السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل الكوفيه الجميله دي. كوفيه سهله جدا، مش تاخد وقت معاكي خالص. انا عملتها في اقل من 12 ساعه، يعني حتى ما كملتش نص يوم. والشراشيب على طول عملتها، سهله جدا ولذيذه، الوانها حلوه جدا على الطبيعه، احلى كمان من التصوير. عملتها بخيط اوليفيا كب كيك. فعلا الوان الخيط تحفه تحفه، مش قادره اوصف لكم الالوان حلوه ازاي. الخيط متوفر عندي في الستور، تقدري تطلبيه، هحط لكم تحت رقم الواتساب اللي تقدروا تطلبوا من خلاله. والشحن موجود داخل مصر في كل المحافظات. وفتلة الخيط رفيعة، بس يعني النتيجة بتاعتها حلوة. الخيط بيبقى الكوفية في الاخر، يعني النتيجة بتاعتها ان هي خفيفة جدا، بس في نفس الوقت بتدفي قوي. فان شاء الله اللي هيجرب الخيط هيعجبه قوي. انا اشتغلت على فتلتين، يعني بصوا اوريكم كده. جبت البكرتين، اشتغلتهم مع بعض، حطيت قدامي بكرتين كده وطلعت منهم الفتلتين واشتغلتهم مع بعض علشان تديني سمك شوية. لكن لو انت عايزة تشتغلي برضو على فتلة واحدة هتبقى برضو كويسة معاكي. انا جربت لما اشتغل على فتلة واحدة برضو هتديكي برضو شكل حلو وجميل. فلو عايزة توفري شوية في استخدام الخيط ممكن عادي تشتغلي على فتلة واحدة. انا اشتغلت على الفتلتين وده كان الباقي معايا من البكرتين. انا عملتها حوالي طولها متر وستين، وعملت العرض بتاعها 16 سنتي. تقدري بقى لو انت عايزه تعرضيها اكتر تعمليها لحد 20. عايزه برضو الطول بتاعها يبقى اكتر، ممكن تعملي معاكي لحد مترين وتلفيه على الرقبه. انا كنت عاملاها نازله عادي من غير ما الفها على الرقبه، بصراحه كنت مستعجله. فكنت عايزه اخلصها على طول، فعشان كده ما كملتش للاخر، لاني انا عملتها يوم الوقفة ولبستها اول يوم العيد، فما كانش في وقت ان انا اطول فيه اكتر من كده. انتوا عارفين الوقت ده بيبقى ضيق قوي. طيب، واستخدمت معاها ابرة مقاس 3.5. هشتغل معاكم بخيط اكبر شوية، سمكه اتخن سنة، وابرة اكبر شوية برضو علشان يبان في الشرح. دي نعمل عقدة البداية. بعد كده هطلع بسلاسل مضاعفات رقم 3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. انا كده عملت مضاعفات رقم 3. بعد كده هزود سلسلة معاهم، يبقى انا بعمل مضاعفات رقم 3 وبزود عليهم سلسلة. بعد كده هعمل سلسلة ارتفاع، وهدخل في كل غرزة هتقابلني هدخل فيها بغرزة حشو. يبقى هدخل على طول من تاني غرزة، انا كنت عاملة سلسلة ارتفاع، هدخل في تاني غرزة واعمل غرزة حشو، اروح في الغرزة اللي بعدها على طول اعمل غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، وهكمل كده للاخر. هدخل في كل سلسلة هتقابلني بغرز حشو. عند اخر سلسلتين وهعمل فيهم كل واحدة فيها غرزة حشو. بعد كده هبتدي ارتفع باربع سلاسل، 1 2 3 4، وهعتبرهم دول بمثابة عمود بلفتين، وهلف الشغل كده الناحية التانية. وفي نفس الغرزة اللي هتقابلني على طول في اول السطر اللي هي الغرزة الاولانية، هلف الخيط مرتين على الابرة وهعمل فيهم غرزة عمود بلفتين. هدخل كده تحت الحلقتين واسحب الخيط والف الخيط واخرج من اول لفتين، الف تاني واخرج من اللفتين التانيين، الف كمان مرة واخرج من اخر لفتين على الابرة. بالشكل ده كده يعتبر بقى عندي هنا عمود عمودين بلفتين في اول السطر. اول سلاسل دي اعتبرناها عمود بلفتين، والعمود اللي جنبه على طول. بعد كده هاخد سلسلة وهسيب عندي من تحت هنا 1 2، وهروح في تالت غرزة واعمل برضو عمود بلفتين. هسيب كده 1 2 وهروح في تالت غرزة واعمل اول عمود بلفتين، وهعمل جنبه كمان عمود بلفتين. هلف الخيط كده على الابرة مرتين وادخل في نفس الغرزة واعمل عمود بلفتين.
بعد كده هسيب سلسلة او هعمل سلسلة يعني، وهسيب من تحت 1 2 واروح في التالتة نفس الكلام اعمل عمود بلفتين. تالت غرزة اهو، واعمل 1 كمان عمود بلفتين، اعمل جنبه في نفس الغرزة عمود بلفتين. بعد كده هعمل سلسلة وهسيب من تحت 1 2 والف الخيط على الابرة برضو مرتين، وهروح واعمل في تالت غرزة هنا عمود بلفتين، 1 كمان عمود بلفتين، اخد سلسلة والف الخيط مرتين على الابرة واروح في تالت غرزة واعمل فيها عمود بلفتين. وهكمل كده لحد نهاية السطر، وهنشوف اخر غرزة هنعمل فيها ايه. بقى هنا عندي اخر 3 غرز هشتغل سلسلة وهلف الخيط مرتين على الابرة، وهروح عند اخر غرزة عندي في السطر، هدخل كده في اخر غرزة واعمل عمود واحد بس بلفتين، يبقى انا نهاية السطر عندي بتبقى عمود واحد. بعد كده هطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4، هلف الشغل الناحية التانية كده، والفراغ اللي هيقابلني ده هعمل فيه عمود بلفتين، الف الخيط كده مرتين على الابره وادخل في الفراغ ده واعمل كده عمود بلفتين بالشكل ده كده. بعد كده هعمل سلسله وهروح في الفراغ اللي بعده هنا، يبقى انا كنت بكون فراغات في اول سطر، فهروح هنا في الفراغ ده الف الخيط مرتين على الابره واعمل بقى ايه عمود بلفتين، وجنبه كمان عمود بلفتين في نفس الفراغ. بعد كده هعمل سلسلة والف الخيط مرتين على الابرة واروح في الفراغ اللي بعده اعمل عمود بلفتين، وجنبه كمان عمود بلفتين، سلسلة، وهكمل بقى اروح في كل فراغ يقابلني وهعمل فيه عمود بلفتين. نخلص ونرجع تاني. عملت كده في كل فراغ قابلني عملت فيه عمود بلفتين وسلسلة ما بينهم. ناخد بالنا بقى هاجي عند اخر السطر مش بعمل سلسلة في الاخر، يعني انا خلاص عملت هنا في اخر فراغ قابلني عملت فيه عمود عمودين بلفتين، مش هعمل بعد كده سلسلة عشان اروح في اخر السطر، هلف الخيط مرتين على الابرة وهروح في السلسلة الرابعة من فوق هنا هدخل فيها واعمل عمود واحد بس بلفتين، ادي كده عمود بلفتين من غير سلسلة ما بينهم. يبقى انا هنا في اخر فراغ بعمل العمودين عادي واروح على طول في السلاسل الاخرانية دي هدخل في السلسلة الرابعة من فوق واعمل عمود بلفتين بس ومش بعمل سلسلة ما بينهم. بعد كده هطلع ب4 سلاسل والف الخيط على الابرة وهلف تاني مرتين وادخل هنا برضو في الفراغ اللي هيقابلني واعمل كده كمان جنبه عمود بلفتين، فكده يبقى بداية السطر عندي ايه فيها عمودين يعتبروا، انما نهاية السطر اهو بنقفل بعمود واحد بس. ده كده نفس النظام في كل سطر، بعمل بعمود واحد بس في نهاية السطر والف كده الناحية التانية اهو بقى عندي هنا عمودين السلاسل وجنبها عمود، ونفس الكلام هعمل سلسلة والف الخيط مرتين على الابرة وهروح في الفراغ اللي هيقابلني بعد كده واعمل فيه عمودين بلفتين. يبقى هي الكوفية كلها عبارة عن عمود بلفتين وبدخل في الفراغات بعد كده، احنا في الاول بس بنكون الفراغات، انما بعد كده كل السطور اللي هتقابلني بعد كده بعمل سلسلة واروح في الفراغات على طول اللي بتقابلني واعمل فيها عمودين بلفتين، ما عدا اخر السطر بس اللي بعمل فيها عمود واحد بلفتين وما بعملش قبليهم سلسلة، لان لو عملتي سلسلة هتلاقي الفراغات بتزيد معاكي والكوفية بتوسع منك لفوق فمش هتبقى مظبوطة. فخلي بالك من التركة دي عشان ما تلاقيش الفراغ عمال يطلع معاكي ويزيد وتلاقي شكل الكوفية بيتغير معاكي. سلسلة اخر فراغ عندي هيقابلني عملت فيه العمودين بلفتين، مش هاخد بقى سلسلة، هروح على طول على السلسلة الرابعة من فوق وادخل فيها واسحب واعمل عمود بلفتين واطلع تاني 4 سلاسل وهلف الشغل واعمل في نفس الفراغ عمود
بلفتين، وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما هتديكي الشكل اللي احنا عملناه في الكوفية ده. شكلها مميز جدا وحلو قوي، سريعة جدا، هتطلع معاكي بسرعة قوي. لو حبيتوا شكل الكوفية متنسوش تعملوا لايك وتكتبوا كومنت في الفيديو، ولو حابين تطلبوا الخيط هتلاقوه موجود عندي في الستور، هحطلكوا تحت رقم الواتساب اللي تطلبوا من عليه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم. شكرا ليكم.